توجه صوب حارس المرمى او حارس المرمى، تنبيه عدم الخروج الكلي. حنان ايتحاج لاعبة السابقة في سوق فرقة الملكي قبيل انطلاقة كأس الأفريقية الحالية تقريبا بيومين او 3 ايام كانت انتقلت لفريق ديبورتيفو الافيس الاسباني. كل التوفيق لحنان ايتحاج. إذن ضربة جزاء حنان ايتحاج، نفس ديالها الانطلاقة تتقدم تسدد جول في شباك المنتخب الجنوب افريقي. هدفين مقابل لا شيء، وبالتالي نواصل الطريق، نواصل المشوار في كأس الأمم الأفريقية. ملعب مولاي الحسن بمدينة الرباط. حنان ايتحاج تضيف الهدف الثاني من نقطة الجزاء وتضع الكرة في الشباك. هنا التسديد، هنا الكرة في الشباك، هنا الانطلاقة، وهنا اللمسة الساحرة الجميلة. ولدينا هدف ثاني في مباراة اليوم. سجلنا في كأس الأمم الأفريقية لأول مرة، وبالتالي مالاوي لذلك اعتبر إنجاز بالغ في كأس الأمم الأفريقية. هذه عملية هجومية لمحاولة بهذه الكيفية، فرصة صعبة وبعد الخطأ. تاغناوت تحافظ على الكرة. تاغناوت خرج الكرة من هذه الوضعية، مطلوب تاغناوت حذاري. الحديث على لاعبة من طراز الرفيع. كرة بالجهة اليسرى الأمم الأفريقية السيدات، كرة بالجهة اليمنى محاولة منتخب جنوب أفريقيا، ولكن آخر المطاف بالنسبة لها. كرة مغربية وإلى بنزينة. عنصر مهم على مستوى الشق الدفاعي، وإذا تحدثنا على دفاع المنتخب الوطني المغربي حتى الآن يسير بخط مميز، صعوبة دفاعية متينة، ولم نستقبل ولا هدف في هذه كأس الأمم الأفريقية. راح سولي يلا سلام محاولة العبور ضاعت. رجعت مرة أخرى لكي الشوط الأول، وقلت على أنه قناصة مهاجمة سريعة جدا، من أخطر لاعبات المنتخب الجنوب أفريقي. عندها السرعة، عندها الفعالية. قراءة الآن من غرفة الفار. لاحظوا المدربات ديزيري محاولة الارسال لمنتخب جنوب افريقيا. الجهة اليمنى سيدة وخديجة رميشي في المكان الطريق نحو اللقب. كرة تلفان أمامية. نذكر بأن المنتخب الجزائري عبر أمام منتخب كوت ديفوار انتصار 2 الأهداف مقابل هدف واحد. حل من الحلول في عالم كرة القدم للسيدات، التسديد المباشر للمقابلة. والآن هل تبرر أن تسدد؟ تمرر كرة داخل منطقة الجزاء. تدخل قوي، تدخل خديجة رميشي ممتاز. تأخذ راحتها. كريستينا تيمبي صعب. تمريرة في العمق ورميشي في المكان المناسب. محاولة العبور، مخالفة واضحة. سكينة أزراوي تحصل على المخالفة. بطاقة صفراء للاعبة المنتخب الجنوب افريقي رقم 13 باناني مباري، لاعبة ماميلودي ساندرز. هذا هو الاسم، لاحظوا. لاعبة مواليد 1990. إذا ساكنة أزراوي تغادر رقعة الملعب وتفسح المجال لإيمان سعود. 3 دقائق من أصل 8. كل التصفيق وكل التشجيع وكل
تحيه للبطله الحقيقيه صراحه سكينه بوزربو وكل لعيبه المنتخب الوطني المغربي عامه. لكن هاد اللعيبه شفنا كيفاش سجلوا هذاك الهدف الجميل الرائع في شباك المنتخب جنوب افريقيا. مشاهدينا في نهائي كاس افريقيا 2022 منتخب جنوب افريقيا فاز ب2-1 على حساب المنتخب الوطني. الان انقلب كل شيء، بل المنتخب الوطني هو المتقدم، هو صاحب الهدفين، ومنتخب جنوب افريقيا هو اللي عنده هدف، ولكن المقابله مازال ما سالتش. كره اماميه، محاوله كامل الامكان استثمار هذه الكره من ايمان سعود. عادت من جديد المغربيه عن طريق دفاع كترجع عند المنتخب الجنوب افريقي. سوات كاين كريستين سوات، 4 دقائق انتهت، تتبقى 4 دقائق ويسدل ستار هذا اللقاء. سعود يلا سلام مسودي زينب، كرة إلى خارج خط جانبي الملعب. زينب رضواني الآن شراسة على مستوى الشق الدفاعي مطلوبة، والصلابة مطلوبة، والمتانة مطلوبة، والمتانة الدفاعية مطلوبة، والقوة البدنية مطلوبة، تعامل بالشكل الجيد على مستوى الشق الهجومي مطلوب من جانب لاعبات المنتخب الوطني المغربي أيضا، لأنه الاندفاع الجنوب أفريقي سيترك فراغا في الخلف يجب التعامل معه بحكمة، بتروي، بهجمة مرتدة سريعة، بدماء جديدة. لدينا إيمان سعود، كرة من خديجة رميشي، عادت الكرة عادت للتماس، نربح المساحة في الأمام، أمر إيجابي. 3 دقائق أو أقل من 3 دقائق متبقية على نهاية هذه المقابلة، على تحقيق إنجاز جديد بعد أستراليا ونيوزيلندا. البرازيل تنادي في انتظار معرفة كيف سيكون الحال في هذه الدقائق. زينب رضواني، كرة تلعب في خط الأمام، مغربية، كرة خط وسط، بعد خطر مطلوب. زينب رضواني استقبل الكرة دفاع بشكل تماس. 6 دقائق من أصل 8 دقيقتين 2 ينتهي هذا اللقاء. كرة لصالح المنتخب الوطني المغربي. كرة خط الوسط، لاحظوا سلاح مسودي، كرة في خط التماس، تمريرة عرضية وإلى خارج رقعة الملعب. كرة أفريقية للمنتخب الجنوب أفريقي. نلعب الدقيقة 7 من أصل 8 دقائق، أضافتها الحكمة الكينية. يعني شوية صبر، شوية تركيز، ذاك ما نتمنى. كرة للمنتخب الجنوب افريقي تنفذ داخل منطقة الجزاء الرأسية. عادت من جديد لمنتخب جنوب افريقيا. يلا سلام سوري في الضغط على حاملة الكرة، ممتاز. عتيق مريم، تمريرة عرضية داخل منطقة الجزاء، صعيبة هذه، إبعاد الخطورة مهم. يلا زينب، إخراج كرة ممتاز. نجاة بدري تمرير صوب زينب رضواني. آخر 20 ثانية، كرة مغربية من سلام سوري، محاولة من جديد ومخالفة لصالح المنتخب الوطني المغربي. نقول للمغرب لبوات مكانهن المونديال ونصف نهائي كأس الأمم الأفريقية. كرة مستمرة في الأنفاس الأخيرة من مباراة اليوم، كيتانية كبيرة، يجب مواصلة المشوار
بعزيمة كبيرة، بطموح كبير. وفي هذه اللحظات يعلن وبشكل رسمي تأهل المنتخب الوطني المغربي للمونديال وتأهل إلى الدور النصف النهائي. ألف مبروك لكرة القدم الوطنية المغربية، ألف مبروك لهذه المشاركة المهمة والتاريخية. يستمر المشوار على المستوى الإفريقي ونضع الأقدام أيضا على المستوى المونديال كأس العالم. وجنوب أفريقيا أوت، نعم، لقاء من الطراز الرفيع، لقاء على الأعصاب، لقاء مهم. نبقاو مع الصور، نبقاو مع الفرحة، نبقاو مع التألق، نبقاو مع الاستمرارية الجميلة لكرة القدم الوطنية المغربية للسيدات. فعلا لحظة من اللحظات الجميلة، لحظة من اللحظات الرائعة جدا للمنتخب الوطني المغربي، وهو يتألق في هذه المشاركة الإفريقية وأيضا يضع قدمه في المونديال، وبالتالي المسار يسير بشكل موفق للمنتخب الوطني المغربي في هذه الكأس الإفريقية. صراحة استمتعنا كثيرا، نشوف الفرحة، نشوف أيضا كيف عشنا هذه المنافسة. منتخب رائع وقوي، منتخب يواصل بعزيمة، منتخب يواصل حضوره وتألقه، وبالتالي عشنا صراحة لقاء مراقب ما يحدث. يراقب الآن احتساب هذا الهدف، أول هدف كيدخل في شباك المنتخب الوطني المغربي في هذه كأس الأمم الإفريقية هنا بالمغرب. 2 الأهداف مقابل هدف واحد. 50-50 نسبة الامتلاك في الكرة. كرة تمريرة سلال صعيبة هذه داخل منطقة الجزاء، صعيبة هذه خارجة عن الشيء، كتمكن من إبعاد الخطر. يكونوا أكثر تركيزا، حرصا وتعاملا مع الدقائق ديال المقابلة. كرة مغربية، حنان أيد الحاج، تمريرة في العمق. قائد المنتخب جنوب افريقيا لعبت تقريبا 32 مقابله دوليه قبل ان تعتزل. تبحث عن تسديد، تمرر لزينب اردواني، تمريره عرضيه جانبيه داخل منطقه الجزاء. هذه محاوله مباشره صوب الحارسه. هذه كره من هيلدا تسعد لرفع الكره نحو الامام، تنفذ داخل منطقه الجزاء. واخذون الانطلاق بهذا الشكل، محاولة البحث عن الحلول. ماشي لاعبة واحدة فقط، عودة آخر المطاف. من 10 دقائق تخيل سيناريو واحد، وأن لاعبات المنتخب الجنوب الأفريقي سيبحثن في الخط الأمامي عن الحلول. تبحث عن الانسياب. تمريرة عرضية داخل منطقة الجزاء، محاولة مرتزقة، كرة من ابتسام الجنيدي، أعتقد ضربة جزاء. الحكمة لم تحرك ساكنا. غادي نشوفوا الإعادة في الوقت المناسب. زينب أردواني، سناء مسودي، تمريرة في الخط الأمامي ولكن ضاعت لها الكرة. فكرة ذكية ولا نويل بن سينا، إيقاف اللاعب. أعتقد أنه كي ضربة جزاء. ابتسام جريدي خدات الكرة داخل منطقة الجزاء، تبعد اللقطة، خدات الكرة، هنا تدخل من الخلف. هنا مرة أخرى تدخل ديال جريدي، حاولت تمشي الكرة، لاحظوا تدخل، شوفوها من زاوية أخرى. القرار غادي يكون عند الحكمة. شوف أنه تدخل واضح، بالإمكان الحكمة أن تعلن على ضربة جزاء.
3-2 امام الراس الاخضر في المشاركه ديالنا الخامسه 16 على طريقه الشوط الثاني. تمريره عرضيه جانبيه لابعاد الخطر. ذكر بانه الهدف ديال حنان ايت الحمام الهدف السابع في كاس الامم الافريقيه. كره ابعاد من جانب يلا سلام يلا سلام خرج كره مهم. خط الوسط الان انطلاقه ديال سكينه ازراوي. ممتازه سكينه مراوغه انطلاق ديال سكينه غتبحث على التمرير الى اين اعاده الكره للخلف من مرابط لمسودي من مسودي لإلودي النقاش. تابع ما يحدث تلحق بين الكره سكينه ازراوي محاوله صعيبه وهدف. هناك تسلل على ما يبدو هناك تسلل اللعيبه اللي كانت في التسلل هي كريستينا تيمبي. غادي نشوفوا الاعاده غادي نشوفوا هنا اللقطه ديال الحكم على تسلل. لاحظوا كريستينا تيمبي